هتعملي الكعك بالملبن في البيت ومش هتجيبيه جاهز تاني من بره، لان هقولك ازاي تعمليه بطريقة سهلة وجميلة ويبقى احلى من اللي بره كمان، وهقولك ازاي تطلعيه دايب وجميل وطريقة التسوية الصح، وكمان هقولك على كام حاجة ممكن تقابلك وما تظبطش الكعك معاك، وازاي تتجنبي كل المشاكل اللي تقابلك في عمايل الكعك. يلا بينا نشوف خطوة بخطوة هنعمله ازاي مع ام عبد الله في البيت، ام عبد الله اتوم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو شاركيه مع اصحابك وحبايبك عشان يستفادوا هم كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقادير اللي هنحتاجها النهاردة هي مقادير لكيلو دقيق، يعني هيعمل حوالي 3 كيلو كعك. تقدري تقللي الكمية عن الكيلو. معايا كيلو دقيق 8 كوبايات، والافضل تشتري موزون جاهز. 200 ملي لبن دافي، وممكن نستبدله بالمية مع معلقتين لبن بودر او لبن على مية. 600 جرام سمنة بلدي 3 كوبايات. 55 جرام سكر 3 معالق. وهنحتاج بيكنج باودر وخميرة فورية وفانيليا، وهقول لكم المقادير بتاعتهم بالظبط في الفيديو. 600 جرام ملبن وعليه معلقة كبيرة سمنة. هنجهز الملبن أول حاجة عشان يبقى جاهز معانا. ناخد الملبن ومعلقة السمنة ونعجنهم مع بعض كويس، وتقدري تضيفي مع الملبن أي مكسرات انتي حباها، بس أنا اكتفيت بالملبن بس. وحاجة مهمة خالص، لازم الملبن اللي بتستخدميه يبقى من مكان موثوق منه، زي محلات بيع المستلزمات الحلويات، مش محلات العطارة أو المحلات التانية، عشان مش يبوظلك الوصفة كلها، وكمان يبقى لونه فاتح ومش بيمط معاكي، عشان بعد ما يستوي ما يبقاش ناشف أو يخرج بره الكعكة. بعد ما عجناه مع السمنة كويس بنحط عليه ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر بس، وما تكتريش عن كده. بنشكله لكرات صغيرة بحجم من 5 ل 8 جرام على حسب حجم الكعك اللي هتعمليه، وانا عملت حجم الكرة 8 جرام. نعمل بعد كده عجينة الكعك. هنجيب اللبن الدافي ونحط عليه معلقة كبيرة من السكر البودر المعين، ونحط عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب. نغطيهم لمدة 5 دقايق لحد ما نتأكد من نشاط الخميرة. نجيب السمنة وننعمها بمضرب سلك لحد ما يبقى قوامها كريمي ولونها يفتح، وده علشان انا عاملة الكعك على البارد. لكن ممكن تستغني عن الخطوة دي وتستخدمي السمنة متسيحة مش مقدوحة، وتحطيها على الدقيق على طول. والسمنة مش محتاجة ريحة كعكة أو محلب، لأن أنا مستخدمة سمنة بلدي وهي اللي تدي طعم حلو للكعك. لكن لو هتستخدمي سمنة نباتي هتحطي لها معلقة كبيرة ريحة كعك لكل كيلو دقيق، وممكن تحطي سمسم متحمص عليها سواء للسمنة البلدي أو السمنة النباتي. نحط عليها السكر المطحون والفانيليا ونقلبهم مع بعض. والسكر اللي مستخدماه مطحون في البيت، ممكن تستخدميه من غير طحن بس ما يكونش خشن قوي، وفي الحالة دي بنحط كله في اللبن مع الخميرة. بنجيب الدقيق ونحط عليه نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونقلبهم في بعض. ما بنزودش في البيكنج باودر ولا الخميرة عشان رسمة الكعك تفضل ثابتة عليها، ودي مشكلة ممكن تكون بتواجه أغلب الناس، إن الرسمة ممكن تختفي أو مش تفضل ثابتة زي ما كانت، فبيبقى هو ده السبب. بنحط عليهم الدقيق ونقلبهم في بعض كويس، والدقيق بيبقى منخول قبل ما نستخدمه. ونوع الدقيق اللي بنستخدمه هو دقيق خاص بالكعك والبسكوت أو متعدد الأغراض والاستخدامات، والأفضل يبقى من مكان موثوق برضه وتكون مجرباه قبل كده. بعدين بنستخدم إيدينا عشان نقلب السمنة مع الدقيق ويبقى مختفي خالص في العجين. واهم حاجة ان احنا نبس العجينة، ولازم نعمل الخطوة دي كويس جدا ومش نستعجل فيها. ولو عاملة كمية كبيرة بتعمليها على كف ايديك، ولو عاملة كمية صغيرة بتعمليها زي ما انا بعمل في الطبق عادي. نفضل نبس العجينة لحد ما كل الدقيق يشرب السمنة اللي حطيناها لمدة 10 دقايق على الأقل. والخطوة دي مهمة لأن هي اللي هتخلي الكعك يطلع ناعم ودايب بعد كده، مش يبقى ناشف. وما تخافيش خالص ان انت في الخطوة دي تعملي كده، لان هي مش هتعمل عرق في الوقت ده، لان احنا لسه ما ضفناش اي سوائل عليها لحد ما نوصل لقوام عجينة طري زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد ما بسينا العجينة كويس بنحط عليها الخميرة واللبن بعد ما تأكدنا انها نشطة زي ما انتوا شايفين. لكن لو مش عملت معاكي كده يبقى مش كويسة، فبلاش تستخدميها وشوفي غيرها. نبدأ بأطراف صوابعنا نلم العجينة، مش بنعجن فيها كتير عشان مش تعمل عرق منك. احنا بنعملها بالراحة خالص لحد ما اللبن يختفي من العجين. بعد ما لمناها واللبن اختفى منها ناخد قطعة من العجين وننعمها بين ايدينا، واحنا بنعمل الحركة دي قبل ما نختبرها عشان السمنة متبقاش باردة في العجينة وفتشق، فنزود لها سوائل وهي ممكن ما تبقاش محتاجة فالمقادير تبوظ معانا. فبالطريقة دي هنعرف نختبرها مظبوط. بعد ما نعمل كده بنروح ضاغطين بصباعنا على العجين، لو كانت ناعمة معانا يبقى هي كده مظبوط. لو شققت زي كده حتى بعد ما ليناها شوية هي كده هتبقى محتاجة شوية سوائل. بنجيب جنبنا من 50 ل 60 ملي لبن دافي أو مية دافية
وناخد منه معلقتين لحد ما العجينة تظبط، وده هيبقى على حسب نوع الدقيق اللي مستخدماه. بس ما بنزودش في السوائل عشان الكعك مش يبقى ناشف معانا بعد التسوية. العجينة زي ما انتوا شايفين بتتقطع بكل سهولة من غير ما تعمل عرق. واللي مش فاهم يعني ايه بتعمل عرق، يعني العجينة بتمط معاكي زي عجينة المخبوزات كده، بس عجينتنا هنا مظبوطة ما بتعملش اي عرق. بعد ما نلاقي ان العجينة لمت معانا وحسينا انها مظبوطة، نعمل لها اختبار في الاول قبل ما نستخدمها. ناخد قطعة من العجينة وننعمها بين ايدينا ونكورها ونضغط عليها، لو مش شقات يبقى هي كده مظبوطة زي ما انتوا شايفين. اول ما نخلص عجينة الكعك مش بنسيبها ابدا تخمر، ما ينفعش بنشتغل فيها على طول. قبل ما اشتغل بالعجينة بقسمها لكرات حجمها من 20 ل25 عشان تبقى جاهزة ونشكلها على طول. تقدري تستخدمي بصمات الكعك زي دي او الستانلس او المنقاش، بس استخدمي نوع منقاش كويس. بناخد قطعة من العجين ونطريها الاول بايدينا، ونبدأ نفردها بين ايدينا زي كده، نحط فيها الملبن ونقفل على الملبن كويس بالعجين، وما يبقاش في حتة من الملبن باينة خالص عشان مش يطلع بره الكعكة ويتحرق في الفرن. وانا هشكل العجينة بالمنقاش، لكن لو هتشكلي العجينة بالبصمة يبقى بنشكل عجينة واحدة بوحدتها، مش بنعمل كمية. بعدين نعملها بالبصامة عشان ساعتها السمنة هتجمد وهتشقق معاكي. والمنقاش والبصامة لو بينتشوا العجينة معاكي بتحطهم في شوية دقيق، بعدين بتستخدميهم. بنحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة، ونسيب مسافات صغيرة بسيطة خالص بين كل كعكة والتانية. وده الكعكة بعد ما خلصته كله طالع جميل جدا. هنسخن الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق. ندخل الكعك على الشبكة في الرف الأوسط لمدة من 15 ل20 دقيقة على حسب فرنك لحد ما يتحمر من تحت. نطفي الفرن ونشغل الشواية لمدة 5 دقايق. نحط الصينية وندورها لحد ما ياخد لون تحمير حلو. وده الكعك بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين، هو دايب وجميل والملبن فيه طري ومظبوط، وكمان مفرغ زي ما انتوا شايفين مش مكتوم. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطة من اول مرة ان شاء الله. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش عشان يوصل لكم كل الوصفات بتاعة العيد اللي لسه هنزلها ان شاء الله. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.